زي ما انتوا شايفين المنظر كده، البشرة في ذمة الله وبهتانة وبصوا وغمقان وحالتها بالبلة. انا ممكن استغنى عن جلسة تنظيف البشرة، لكن اللي يمكن استغنى عنها جلسة الديرما بلاننج. بصوا بشرتي اتحولت ازاي، وما عملتش غير ماسك واحد وبخار والديرما بلاننج. بعملها بطريقة مختلفة بتحول بشرتك تماما. اول حاجة هعملها ان انا لازم اكون منضفة بشرتي. ده منظر البشرة اول ما بدأت. هنضف بشرتي بالغسول بتاعي، وبعد كده هستخدم البخار 5 دقايق بس. افتح المسام، وبعد كده هحط ماسك. الماسك اللي انا هستخدمه يكون مناسب لبشرتي، حسب اشوف بقى بشرتي محتاجه ايه وهحط الماسك ده. حطيت الماسك اللي هو بالقهوه الخضراء، كانت بشرتي محتاجاه جدا جدا، وهو حلو قوي للبشره، عجبني جدا. وبعد كده هبدا اشتغل بالديرما. الديرما بلاننج دي بتشلك الجلد الميت، الشعر الوبري. هي مش بتشلك الشعر بس، لما بتشيلي الشعر الوبري والجلد الميت، وكمان بتخليكي لما تيجي تستخدمي منتجات بشرتك تستفاد منه. بصوا كده، انا هنا استخدمت الماسك اللي انا قلت لكم عليه اللي هو بالقهوه الخضراء ده. انا كنت لسه جايباه، وحلو جدا 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 للبشره، وبالذات البشره اللي بيبقى فيها حبوب. مش قادره اقول لكم على جماله. انا هنا وزعت الماسك على بشرتي، وهسيبه على بشرتي دقيقه واحده. بعد كده هدخل بشرتي على البخار 3 دقايق بالظبط، وبعد كده هعمل سكراب للبشره. نمشي مع بعض خطوه بخطوه. اول حاجه عملتها ايه؟ ان انا لازم بشرتي تبقى نظيفه. لازم جدا جدا ادام هتعملي ديرما او هتعملي ازاله شعر سواء بالديرما بلاننج او بغيره، بشرتك تبقى نظيفه وغسلاها بالغسول بتاعك. غسلت وشي، بعد كده شغلت البخار 5 دقايق، حطيت السكراب او الماسك اللي انا عايزاه، وشغلت البخار 5 دقايق تانيين. وهنا كنت بوريكم اللي انا يعني وانا بشغل البخار تاني 3 دقايق، ما كترتش، 3 دقايق بس. وبعد كده طفيته، وبدات ان انا انضف بشرتي باللي هي السبوتله دي. حلوه جدا. لو عندك اللي هو الفوريو نضفي بيه مفيش مشكله. وبعد كده هغسل وشي بعد 5 دقايق بالظبط. اغسل وشي. شايفين القرف والبلاوي اللي طالعه من بشرتي؟ يا لهوي على اللي كان طالع منها. وانتوا شايفين بشرتي كانت في ذمه الله. بس عايزه اقول لكم انا ممكن استغنى عن جلسه التنظيف، لكن ما استغناش عن الديرما بلاننج. بتفتح البشره من 3 ل 4 درجات، ده بجد. لو انت عندك تصبغات بالتدريجي بتقل. الديرما بلاننج ما بنعملهاش غير مره واحده بس في الشهر، وبتشلك طبعا الشعر الوبري والجلد الميت. كمان لما بتيجي تبداي ان انت تحطي اي سيرم بتحطيه، بتبدا البشره تستقبله، غير لما بتكوني مش عامله تنظيف او لا، بشرتك ما بتستقبلش اي منتج او اي حاجه بتحطيها على بشرتك، حتى لو بتغسليها بالغسول كل يوم. هبدا بقى اعمل الديرما بلاننج. طبعا انا بعملها لنفسي، وهنا حاولت ان انا اعملها معاكم عشان اوريكم وانا بعملها، بس طبعا كملت في المرايه ونضفت بشرتي كلها. انتوا طبعا هتشوفوا الفرق بنفسكم. طبعا شفت اول الفيديو، وهتشوفوا في اخر الفيديو فرق تاني. وكمان انا بقى بستخدمها في ايه؟ هي مش بتبصي، هي مش بتعتمد على ازاله الشعر بس، انا بعمل بيها ازاله شعر لبشرتي. بصوا، احلى حاجه في الدنيا تستخدميها لبشرتك لازاله الشعر الوبري ولازاله الجلد الميت. وكمان بتشلك طبقات بجد من الجلد الميت. حلوه جدا جدا، وبتحفز انتاج الكولاجين. بصوا جمالها ما يتوصفش، وبتحول لك بشرتك تماما. تعمليها مره واحده في الشهر، بصي هتخلي بشرتك في حته تانية. انتوا شايفين القرف اللي طالع في المنديل؟ بلاوي، ده بجد بلاوي طالعه. نضفت لي بشرتي جدا، وكل اللي انا استخدمته هو ماسك واحد بس والبخار، وغسلت بشرتي وبس كده. بعد كده هرطب بشرتي بالمرطب بتاعي، وهعمل ايه هعمل كده زي مساج بسيط للبشره. انتوا خدتوا بالكم من حاجه وانا بعمل الديرما بلاننج؟ بحط ايه؟ سيرم فيتامين سي عشان بشرتي تستفاد منه وانا بعمل الديرما بلاننج. الاتنين دول بعمل بيهم. وممكن تعمليها بمرطب عادي، وممكن بصوا مش بفضل اللي هي تتعمل على الجلد، ما بحبهاش تتعمل على الجلد فقط، لا، تحطي اي نوع مرطب عندك يكون، يا ريت سيرم، يا ريت يبقى سيرم. وبعد كده عملت مساج للبشره. طبعا حطيت السيرم تاني، وبعد كده استنيت شويه ورحت حاطه الترطيب بتاع بشرتي. انا بستخدم ترطيب اللي هو ساتروبانتين، حلو جدا ومناسب للبشره بتاعتي. انت تستخدمي النوع المناسب لبشرتك، ويفضل ما تعمليش لنفسك الديرما بلاننج، تعمليها عند حد متخصص وفاهم عشان يعملها لك بالطريقه اللي تناسب بشرتك. الطريقه اللي انا بعملها دي ما بتناسبش كل انواع البشره، كل بشره وليها طريقه معينه بيتعمل لها بيها الديرما بلاننج. كده انا خلصت وقعدت اعمل كده مساج لبشرتي، ووريتكم النتيجه عامله ازاي. النتيجه فرق تاني خالص. اعملي مساج بقى للبشره كده وروقي عليها،
وبعد كده تقفلي طبعا المسام بالايس رول او بتلجيه تحطيها مثلا في فوطه قطن، وبس كده. طبعا شايفين الجمال وشايفين الفرق. انا كنت فرحانه فعلا فعلا، بتحول لي بشرتي تماما. يعني احلى حاجه بحب اعملها حتى لو مش هعمل جلسه تنظيف بشره لان بيبقى الوقت ضيق معايا، وبروح عامله الديرما بلاننج على طول. وساعات طبعا بستخدم الشفرات التانية، بس دي طبعا الديرما بلاننج فرق شاسع عن الشفرات اللي احنا بنستخدمها. زي ما قلت لك بتفتح لك بشرتك، بتشيلك الجلد الميت، بتشيلك طبقات من الجلد، بتخلي بشرتك تستفاد من المنتجات اللي انت بتحطيها سواء سيرم او فيتامين للبشره. هو ماسك واحد بس اللي عملته، والبخار.